فين؟ مالكش. انا قدامك اهو. عاوز ايه؟ اخرج شوفوني. رايحين فين؟ مراتك وبنتك تحت. عايزين رحيم ينزلوا يدوروا عليه، ما يعرفش عنه حاجة. انا هخليك. اثبت يلا. اثبت. علم سيدي المعلم. بس قبل اي حاجه عايزك تعرف اني بحبك. ولا الشغل كان زماني جيت لك لوحدي. هب على راسي. بس انت فاهم الشغل شغل. ولا فاكر انك هتخرج من هنا؟ انت بتحلم. انت عايز ايه يالا؟ انا مرسال يا كبير، جاي اقول لك كلمتين وماشي. انا مطلوب منك. ايه الموبايل ده؟ الموبايل ده فيه رساله. قالوا لي انك هتفهم. مين اللي قالوا؟ معرفش. انا كده عملت اللي وهقول لك سلام عليكم. علمي، محدش هيخرج من هنا. سمعت؟ اه شفتك كم اخوك عندنا. هشام فين؟ ما رجعتش ودي حاجه مش مش هتفرق حاجه. سيبه يا رحيم، سيبه يا ابني عشان خاطر اخوك. عارف هشام اخويا لو جراله حاجه مش هيكفيني فيه عمركم ولا عمر اللي مشغلينكم ولا عمر عيالهم. فاهم؟ الموبايل. سلام عليكم. نام. ريم. رحيم رجع هشام اخوك. ما تقلقش يابا، هيرجع ان شاء الله. طيب اسأل رحاب، يمكن عارفة حاجة تدلك يا ابني. رحاب اللي سابت ابوها مرمي في الشارع تسأل على اخوها. عنها يا رحيم كلنا اتكسرنا بعد سجنك. قال لك هتشوف لكم شقه تقعدوا فيها انت وهشام. عملت كده صدقني، عملت كده. اللي ما يسماش عرف طردنا منه. ريته طردنا. عمل ايه تاني يابا؟ احكيلي. اقول لك ان اخوك اتهان ضرب، ولما جيت احوش عنه راعوا السن يا رحيم. وهيكون حد فيهم مد. سابوني في الشارع كمان، الجلابيه اللي عليا. اخوك مرمي جنبي ينزف حته في جسمي، وانا عمال بعلو صوتي اصرخ عشان
عشان حد يساعدني. مفيش. جيب لك حقك، والله اللي جيب لك حقك. وعد مني لا خليهم يدفعوا تمن كل دقيقة مرت عليك وانت في الشارع. تعال يا حلو. رحيم، انا بفكر من ساعتها. عارف اللي حصل ده حصل ازاي؟ فكر فيه. انا ما بعتكش بالورق ده لاي حد يا رحيم. دقيقة واحدة. الو، انا مش قلت يا ريت محدش يتكلم؟ انا اللي هتصل. اتكلم دلوقتي حالا، الدنيا هنا مقلوبة، مش عارفة اتكلم. طب اتكلم بعدين، اتكلم بعدين. زي ايه؟ يا اخويا مركون في الضلمه. بتكلم مين؟ بكلم انجلينا جولي. النبي. ما تتهدي بقى. شوف حد من معارفنا يكون عارف طريق هشام. البيه ده هيفضل قاعد لنا هنا؟ سألتيني قبل كده وقلت لك لا، ده قبل اللي حصل امبارح. راجل انا وبنتك مستنيه ايه يا حلو؟ مستنيه لما تدخل علينا تلاقينا مدبوحين في الصلاه، كل ده عشان خاطر رحيم. اتصرف يا حلو، وانا وبنتك ما تتصرف يا حلو، مش هتغلب. رحيم زي اخويا وانت عارفه. وبعدين ما تقلقيش، ربنا يسلمك. ايه يعني ايه ربنا؟ يعني اللي عايزه ربنا هيكون. حاضر حاضر، دي بقت عيشه تقرف. احمد باشا، صباح الفل. خالد بيه. ده رئيس ملف التحريات بتاع وزاره رحيم. خالد باشا، يعني العيال ما بتسيبش خالص. راجل شغل مباحث غير الامن الوطني، ركز شويه. شقه رحيم وطلعت شقه في المعادي. ما انا فاهم التقرير، انت بتلخصه يعني. العيال دي استخدام. دخلت خرجت. ركز عشان خاطر العيال دي مش ما اعرف. باحث وطني. ماشي يا باشا. اتفضل. خميس، ايه مفيش جديد؟ في جديد قول لي اول باول. يا عم انت بتحط على اعصابي. ماشي يا ابو الرجاله. طبعا انت ولا حاسس باي حاجه، ولا حاسس بالنار المولعه في قلبي دي. سيد، انا ما بهزرش. انا عمري ما شفت من رحيم اي حاجه وحشه، وانت كمان ما شفتش منه غير كل خير. انا مش عارفه انا عملت فيه كده ليه، مش عارفه. خلصنا كلام في الموضوع ده يا بنت الناس. لاقيني ارحاب، انا بعمل كده لمصلحته. لازم يرجع السجن. على فكره بقى، فضل بره كتير هيتقتل. بنت اللي بيكره في الارض اكتر من شعر راسه. هو دلوقتي مكسور الجنيه، ده كده امان له. طب انت ليه مش عايز تفهمني؟ انت عايز تدخله السجن ليه؟ ما تفهمني. ما انا قلت لك يا رحاب، قلت لك هندخله السجن ليه؟ انت قصدك هندخله ازاي؟ صدقيني بقى، يرتب هو اللي بينفذ، انا ما اعرفش حاجه. مش قادره ولا فاهمه اي حاجه. حاسه بشكه في قلبي يا سيد، حاسه بشكه في قلبي. ايه ده يا رحاب، ربنا يعفو عننا. حبيبي عم رحيم، كيف كده يا عم رحيم؟ يلا عصمت.
انتهينا انتهينا يا رحيم. الشاطر ب1000. شبورة ورا الراجل دوت تلاقي شركة توصلك التاكسي. استنى هنا، انت مين يا ابن انت؟ مش هقول لك يا رحيم بيه. لحد دلوقتي ما قلتليش انت مين؟ عملت معايا كده ليه؟ رد الجميل واجب يا رحيم بيه. جميل؟ جميل ايه؟ أنا عملت معاك جميل؟ إمتى؟ أنت لا يمكن هتفتكره، لكن أنا بقى جميلك ده ما فارقنيش بقاله 15 سنة. أتب وطالع لي بين كتافي بعيد عنك. بس أنا ما أعرفكش ولا عمري شفتك قبل كده. إن أنت لاقي أديك شفتني يا سيدي عشان أريحك. دماغك ما توديش وتجيب. من 15 سنة كنت انت ورجالتك في مصلحه في واحد من رجالتك اتذبح هناك قدام عينيكم. كل اللي معاك قالوا لك نرجع، سيبه مرمي في الجبل، هيبقى حمل، هيطلونا. انت الوحيد اللي مرضيش، شلت جتته على كتفك راسه على كتفك، وصلت بيه لغايه هنا ودفنته وسط حضن امه. يبقى قتل ولا مش قتل؟ انت زين اخو اشرف العافيه. انا زين اخو اشرف العافيه. اظن كده بقى الجميل اترد، وعلى الاقل دلوقتي اقدر امشي رافع راسي قدام اخواتي البنات حتى. طب يلا تعالى معانا قبل ما حد يجي. لا 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 لا. ايه انت وسعت منك، انت فهمتني غلط. كان ليك عندي جميل، والجميل انا رديتهولك لحد كده وستوب. ما تاخذنيش انت ده اخوك كبير. اسف يعني، سكتك غير سكتي. عندك حق، بس مسير الحي ده اذا فضل حي. عشان يفضل حي لا يظلم ولا يفتري ولا يقهر مهما كان عافي وقوي. دايما خلي الجملتين دول في دماغك يا رحيم بيه. لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري. كل ما تنسى الجملتين دول افتكر اشرف. الجت على الكتف، دماغي على الكف. يلا الحق، انت صاحبك ومالكش دعوه بيا. انا هعرف اسلك نفسي، بس خليك فاكر يظلم ولا يقهر ولا يفتري.
عيب برضه يا بطل لما تشد لوحدك. انت مين بقى يا هداف؟ هشام فين انا؟ هشام مين؟ خلص ما عنديش وقت. ما شفتوش وربنا يجي من اسبوع. اخر مره شفته كان مع مين وبيعمل ايه؟ في زبون هنا اسمه زيزو اتعرف عليا لما عرف ان انا صاحب هشام وقال لي ان هو عايزه في مصلحه. كمل. اديني 5000 جنيه عشان اخلي هشام يتقل في الضرب واخرجه له. ايه فين زيزو ده؟ كلمته كذا مره عشان لو عايز في مصلحه تانيه. بس هو بيقعد مع بنت هنا كل يوم اسمها شيء. فين البنت دي؟ لو سالت عليها هيدبلوك عليها. عايز تعيش؟ انت شفتني ولا انا قابلت؟ يلا. الحمد لله. على مهلك. يلا بالراحة عليه بالراحة عليه بالراحة عليه. كام؟ والواد باله يا رحيم. ما تقلقش يا حاج. رد على ابوك يا هشام طمنه عليك. هشام هشام مش معانا خالص يا رحيم. هشام شاف. لا بقى ده لازم يروح مستشفى. مستشفى ايه يا حاج؟ تقول لهم ايه بقى؟ طب مخطوف ورجعناه؟ حنان اقطمي. اقطم ده ايه؟ انا بقول اللي فيه الصالح. يعني تروحوا المستشفى وتتقفشوا هناك. واحنا جايين في السكه كان بيتكلم كان فايق، هو بس محتاج يستريح يا حاج ما تقلقش. هاتوا حاجة يستفرغ فيها. انا في دكتور جارنا كده هكلمه يجي يشوفه. طيب كام؟ ايه رد عليك. يظهر نايم ولا حاجه. بعدين يا رحيم. ما تقلقش يابا انا هسهر بيه لحد ما الدكتور يجي. حنان هاتي حاجه اعملوا بيها كمادات يلا. حاضر يا اخوي. حراكي. طيب رد عليه يا هشام يا ابني. استرجل بقى ورد على ابوك. انت في وسطينا دلوقتي. بالراحة عليه يا ولاد بالراحة عليه. رحيم أنا خايف الواد ده يروح مننا. ما تقلقش يا حاج. أنا بقول ننقله مستشفى واللي يحصل يحصل بقى. قوم انت صلي ركعتين. ان شاء الله حررته لو نزلت هيبقى كويس. إن شاء الله إن شاء الله. سامحني يا هشام. السبب في كل صدقني انا لو طول شيل عنك كنت عملت. على فكرة يا هشام انت مش اخويا وبس. يا ابني يالا شد حيلك بقى. شد حيلك يا هشام.
اتفضل. ايه يا خالد؟ لقينا العيال اللي زاروا رحيم في بيت حلمي. وهم فين؟ جدك مش مين اللي كان خاطفك يا حبيبي؟ فاهم حاجه يا باشا؟ مش انت كنت مخطوف يا حبيبي ولا ايه؟ لا ابدا. لا ابدا. ازاي؟ ده اخوك المحترم هو اللي قال كده. امتى حصل الكلام ده؟ الله، لحقت تنسى ولا ايه؟ بس الحقيقة أنا أول مرة أعرف إن عليك شغال في الجناية دلوقتي. إيه؟ بقيت بتهتم بقضايا الخطر؟ ال7 سنين في السجن عرفوك عننا حاجات بس ما كانوش كفايه. انت فاكر ان الفلوس اللي خرجت بيها من البلد في ليله اياها اتنست؟ فلوس؟ فلوس يا باشا؟ يا رحيم، بقيت تنسى كتير قوي كده ليه؟ اوعى تكون فقدت الذاكره. بس عارف، انا بحب قوي الناس اللي بتنسى، بيسلوني. اصل الوقت هنا بطيء. نمت يا ابن المقرفة. ساعة يا واد بلف بيه، جبتلي الزن في نافوخي. تطلع مقرف زي امك. لا زي ابوك، عسل زي. طب بس ساد زمانها جاي. بس تبينها جت. انت يا بسمة يا بت. عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه. يعني ما جبتيش فلوس يا بت الموكوسه؟ يا بت ده احنا حبتين عايشين في البيت من غير باب بسببهم. يما هشام واخوه اتقبض عليهم. ما يتقبض عليهم ولا يغوروا في 60 داهيه عيله واطيه. ما طلبتيش من اخته فلوس ليه؟ ما تفتحي مخك معايا شويه يا اما. اطلب من اختي ازاي في الظروف اللي هي فيها دي فلوس؟ وهي تقول عليا ايه؟ لا حسيسها يا بت. وهنعمل ايه يا اختي في الغرقه اللي احنا فيها دي؟ يا بت البيت ما فيهوش ولا لحلوح واحد. يقضي يا اختي مني، ما بقاش يقضي بعد اللي حصل. الى اللي بليتينا بيه المبقعه. خلاص كفايه، ارحمي بقى ارحمي. عايزه اسمع الكلام ده. ولا طايقك ولا طايقه حد. ماشي يا عين امك، شدينا بلاصتر. عر يا بت اتلحلحي. سقف البيت هيقع فوق نافوخنا. فاهم ليه لغايه دلوقتي ما جوش عملوا معانا الواجب؟ مستعجل قوي يا اخويا. ربنا يهديهم علينا. انا برضه لغايه دلوقتي مش فاهم هم ليه ما جوش عملوا معانا الواجب. لا في ايه يا حلمي؟ اقعد انت انبر فيها كده لغايه ما نلاقيهم فوق دماغنا. يا جدعان انا لسه كنت خارج من الحبس، هرجع تاني؟ انا مش فاهم ازاي كنت ممسوك كل الفتره دي كلها، عرفتش تلقط لنا كلمه ولا حتى اسم نفهم منه اي حاجه. القط ايه؟ كنت متغمي طول الوقت وقاعد في اوضه متر في متر باكل طقه واحده. عايزني بقى ازاي اركز في كل اللي حواليا؟ بعدين يعني انا كنت فاكر الموضوع ده يخص انا يعني بره عنك انت. لسه ما اعرفش ان انت خرجت غير يوميها. انا اقول يا رحيم، فاكر اخر مره انا اتحبست فيها هنا؟ انت جيت عشان تخرجني، كان معاك يوميها راجل كبار قوي. الراجل ده راح فين؟ ايه ولا في ايه يا حلمي؟ انا افتكرت الموضوع ده دلوقتي. الراجل ده كان اسمه ايه؟ ما تسك بقى على سيره الناس الزباله دي. طب وبعدين طيب؟ هتقطم بقى يالا. هيبان، كله هيبان. ما هم اكيد مش مخرجيني عشان يحبسوني هنا. ايه ده؟ وانت مش خرجت عشان خلصت مدتك؟ القضيه الوحيده اللي اتحكم عليها فيها كانت قضيه حيازات سلاح.
حط فيها 5 سنين. باقي بقى كان هدايا من عندهم على ذمة. ليه بقى خرجوني دلوقتي رغم ان القضية لسه شغالة وما اتحكمش فيها؟ يمكن عشان حوار 700 مليون. يمكن. هو ايه حوار ال 700 مليون؟ امال انت فاكر كنت ده انت كلك على بعضك ما تسواش 3 ساغ. ايوه طب ما انا عايز افهم. اقعد هنا. عم حلمي نجيب سيجاره. دي اخر سيجاره، خد شد لك نفسين. نفسين؟ خلاص وفرت. يا نهارك اسود، انت يا معفنه ازاي نايمه على السرير ده؟ قومي يا بنت قومي، انا عايزه انكت الاوضه دي حته حته، انا مش طايقه ولا حته فيها، قرف. ايه ده قوي؟ ياكلوا فيها ولا بيستحموا ولا بيعملوا ايه؟ عيله معفنه. ماما نغير من وخلاص. يا معفنه لمي وما تخلينيش اقول على اللي انت بتعمليه. ده ايه بقى اللي انا بعمله ده ان شاء الله؟ ده انا صايعه يا بنت، صايعه عليا، ملفوف على ملفوف ما يلفش يا روح امك. النحنح والمرقعه رايحه جايه بينكم. ماما مش عارفه انت دماغك راحت، بس انا وهشام اصلا بنهزر الهزار ده من واحنا عيال صغيره. وانتوا عيال صغيرين ده حاجه، ودلوقتي حاجه تانية، واليومين دول بقى حاجه تالتة. ده ليه ان شاء الله؟ ليه؟ عشان راح دول زباله وخريجين سجون. وبعدين هشام ده يا حبيبي متجوز ومخلف. هشام متجوز؟ متجوز يا اختي، ما تعرفيش؟ متجوز وعنده عيل رام. صدقاني اسال ابوكي، هو اللي قايل لي على كل. امال انا عايزه عشان النجاسه بتجيب الفقر. بص يا ماما، انا كنت بعملهم كويس عشان خاطر هم ضيوف بابا، وهم مشي بقى ففكك مني يا اختي. نصحت ابوكي بقى سكنهم فوق شدي قدامي عشان يقعدوا يقرفونا في الطلعه والنازله. اوعي تفتحي الباب، تفتحي الشراعه، فاهمه؟ تعالي من هنا انت تفتحي الشراعه. مين وعايز ايه؟ عليا النعمه من نعمه ربي لاكون كسره رجليك قبل رجل اللي داخل، فاهمه؟ فاهمه. مش عليك ازاي يا اختي؟ مش هضربك، اقعدي يا بنت. انا عايزاكي تبقي زيهم، ده انت في الجامعه الالماني تجاره. تجاره يعني تجاره يعني يا بنت. لو انا مكانك كان هشام ده يعني ولا كأني، مش هقعد الت واعجن معاه. بتصغري لي كده حبيبي يا هشام. هشام عروسته عندي، انا اللي هجوزك يا هشام. لا فلوس بتغير. قومي يا بنت، بنت جيبي الشرشوبه، عايزه الارض دي تبقى بتلمع. يا روح امك كفايه ضرب، كفايه. اهلا، ازيك خميس؟ دلع السلامه، تعبتنا قوي. يلا ايه ده يا جماعه؟ ده كده متاخرين. ينفع معلش والنبي كان جوزي مسافر. هات البطاقه. صرف النظر مش هينفع، هترجعي المستشفى وتجيبي لي جواب جديد.
بتفكر في ايه؟ ما بفكرش. طب جبت فلوس من رحيم؟ ليه ان شاء الله؟ اللي ليه؟ عشان مصاريف كلية البيت ولا انت نسيت؟ لا ما نسيتش، قلت لك هتصرف بس بعيد عن رحيم. بعيد عن رحيم. رحيم معاه فلوس قد كده. تاني قلت لك مالهاش دعوه بفلوس رحيم، قلت لك هتصرف خلاص. يا رحيم طب انا جاي لك حالا. واول ما تكون انا جاي لك حالا. بس يا مسا ليلتك دي تعدي على خير. ماشي. وانا ليه يا رب يا شيخه قتلت. وطي صوتك احنا في الشارع. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمك يا امين. بس هي عرفت حكايه الورق ده ازاي؟ اكيد انك انت ما قلتلهاش اي حاجه لما كنتوا بتشتغلوا مع بعض. هيل طبعا. تكونش هي اللي ورا حكايه الرسائل بتاعت 700 مليون دي؟ جمال طب انت فتشت الشركه كويس؟ الواد اللي كان في الشركه بتاع بعد الخناقه جري، جيت وراه ما لحقتوش، رجعت فتشت الشركه حته حته، قتلها سرق الموبايل بتاعها. ده اكيد اللي قتلها مش عايزك توصل للورق. ممكن يكون هو اللي ورا حوار ال 700 مليون. ايوه بس هي خدت ليه الورق من اصله؟ هي ما قالتليش انها خدت الورق، قالت لي انها تعرف مكان الورق اللي انا بدور عليه. يعني ممكن المعلومه تكون جت قدامها بالصدفه. انا زهقت من كلمه احتمال وممكن دي. انا عايز حاجه ملموسه امشي وراها. عايزك تهدى، أنا لسه في اولها. مش اللي هددوني بخطف اسكتوا. بس الحمد لله محدش عمل حاجه لغايه دلوقتي. اهو ده بقى خلينا نقلق. حموده الشغلانه دي عايزه رجاله، حاسس انها صعب عليك؟ افتح لك كوافير حريمي فكك مني. انا اسمي بقى. السلام عليكم. الله 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 الله، ازيك يا باشا؟ السويس كلها نورت. ازيك يا متولي؟ ازيك يا دكتوره؟ انت لسه فاكرني؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا دكتوره، ده انا انسى الناس كلها ومنساكين. والله وبقيت معلم كبير يا متولي، والنعمه بانت عليك يا باشا كله من خيرك. بقول لك يا متولي، انا كنت عايزك في مصلحه كده ما حدش يعرف يخلصها غيرك. رقبت يا باشا. مين السنيوره؟ اسمها لميا توفيق عبد ربه، هي من هنا السويس، اهلها تقريبا في الكباري بس فين بالظبط مش عارف. عايزك تحسلي عليها وتجيب لي قرار. 24 ساعه الا ربع قرارها يبقى عندك يا باشا. دولوا معايا. خرج البت. انا اللي خرج وانا اللي دخل يا حلمي ولا ايه؟ بعدين بسيط تاهت ولقيناها. هات البضاعه تاخد البيت. اقول لك هسهلها عليك. هات الواد هشام تاخد البضاعه بمعرفتي، ساعتها اسلمها. ما تصعبهاش يا ابو ورده، خلينا نشوف لها حل. انا لو بصعبها قلت لك هات رحيم يكلمني، بس انا عارف وما قلتلوش. اديك قلتها بعضمه لسانك، ما قلنالوش عشان لو كنا قلنا له كانت هتولع. تولع؟ انت ما قلتلوش عشان كان هيدفن هشام حي لانه بيشتغل معايا. حلمي انا عارف ان هشام ملوش يد، الله يرحمه اللي كنت دفنته حي، بس انا راجل ابن اصول طيب. الواد اخوه ما كانش لاقي الله، ما كانش لاقي ياكل، خدته شغلته خليته عيل من طول عمرك ابن اصول يا ابو ورده. انا بقول سيب البيت، فلوسك عندي. شال المراره من عملتها قوي قدام 5 هتتصرفوا انا بيها. خدوا عزل البيت من اي جامع، مش هتبقى لوحدها.
ده اخر كلام عندك؟ الحقيني يا دكتورة، الحقيني يا دكتورة، ابوس ايدي ابوس ايدي، خليهم يسيبوني، انا ما عملتش حاجة. اللي انت عملته ده يا بني ادم. شفت اللي اتفقنا عليه؟ دي البنت اللي انتوا عايزينها رحيم باشا. حصل خير يا متولي. يعني ايه حصل خير؟ انت مش شايف هي عامله ازاي؟ احنا جايين ندور عليها ولا نخطفها يا رحيم؟ اول ما شافتنا طلعت تجري، كنا المفروض نعمل ايه؟ نطبطب عليها. اتكل على الله يا متولي وسيبها لي. وانا اديك الصحة. امشي يا متولي. انتوا هتعملوا فيا ايه؟ هو انا عملت لك ايه يا دكتورة؟ انا عملت فيك ايه عشان تعملوا فيا كل ده؟ ما تقلقيش يا لميا، حاجه هتحصل لك وما انت معايا، ما تقلقيش. مش عايزك تقلق. هتكلم معاكي كلمتين وهتروحي. اهدي يا لميا اهدي، احنا مش هنخلص من اصول البلطجه والخط بتاعك ده يا رحيم. كله هيخلص لما تظهر مراتك. يا هربانه ليه؟ انا ما كنتش هربانة، انا ما كنتش هربانة يا دكتورة، انت اكتر واحدة عارفاني، انا لا يمكن اضرك ابدا، وخصوصا بعد اللي كنت عملتيه. مستخبيه في السويس بتعملي ايه؟ ايه الاسلوب ده يا رحيم؟ لميا انت ليه هربتي بعد اللي حصل؟ انا ما هربتش، صدقيني مش بايدي. بابا اول ما عرف ان حضرتك اتقبض عليكي قال لي انت لازم تسافري وتسيبي الشغل لحد الموضوع ما يهدى. بس بهروبك ده خليتي كل الدنيا تشك فيكي وخصوصا انا. معاكي حق، انا برضو حاولت اقول له كده بس هو ما صدقنيش، والله العظيم ده اللي حصل. المفروض بقى تصدق اللي بتقوليه ده وتسيبك تمشي دلوقتي. اقسم لكم بالله هو ده اللي حصل. كفايه بقى يا رحيم. ممكن تسكتي انت بقى؟ بت وهتفتكر ان العياط والحبتين اللي انت بتعمليهم دول هياكلوا معايا. انت هربت ليه؟ انا مش هعمل لك حاجه، انا هاخد بالي وامشي واسيبك بقى للي جابوكي هنا يعملوا فيك اللي هم عايزينه. اللي انت بتقوله ده لميا لو حصل لها حاجه انا مش هسامحك العمر كله. هي في حاجه حصلت وقتها بس انا خفت اقول عليها. ايه هي؟ اتكلمي. مفيش، قبل الحادثه انا ركبت تاكسي وبعدين السواق دخل بيا في سكه ضلمه وحاول يتحرش بيا، بس ربنا ستر، ربنا ستر وعرفت اهرب منه وجريت ونطيت من العربيه وجبت حجر وخبطت في دماغه. هربتي مش كده؟ هربت. حصل ايه بقى بعد ما؟ لا ما حصلش حاجه، انا لقيت عربيه ماشيه على الطريق فشاورت لهم، طلعوا ناس كويسين وروحوني. وايه علاقه كل اللي بتحكيه ده بقى بالمخدرات اللي لقيوها عند داليا؟ لا مفيش علاقه، اصل وانا بهرب الشنطه بتاعتي وقعت وكان فيها كل مفاتيح المكتب. ما قلتيش ليه وقتها؟ خفت من الفضيحه، خفت لا بابا يعرف وبعدين يقعدني من الشغل، وخصوصا ان هو كان متضايق من تاخيري بره. وايه الفضيحه في كده؟ فضيحه لو اهلي يعرفوا ونظرات الجيران ليا لما يعرفوا حاجه زي دي، وبعدين بابا لو عرف حاجه زي دي ده مش بعيد يقعدني من الشغل خالص، ده مش بعيد يقعدني في البيت العمر كله. للاسف كلامها صح، انا عارفه هي تقصد. انت حافظه نمره العربيه دي؟ بكره الصبح تيجي معانا وتقولي الكلام ده في النيابه. لا نيابه ايه؟ نيابه ايه يا دكتوره؟ ابوس ايدك والنبي يا دكتوره بلاش نيابه، والنبي بلاش يوديني النيابه، بلاش النيابه والنبي، والنبي يا دكتوره. دي اكيد هنلاقي حل تاني ما تقلقيش. يعني ايه ما تقلقيش؟ هانم دي هتشرف معانا لحد بالليل، بكره الصبح هنطلع النيابه وده اخر كلام عندي، واتفضلوا جوه يلا. يا نهار اسود. مش عايزك تتجنني ها؟ الرخص. ربنا يقويكم يا معالي الباشا. تسلم. السلام عليكم.
ايوه معاليك. رحيم لسه ماشي من عندي حاجه. لا حدش يتعرض له. نبه على زملاتك في اللجان اللي بعد كده، ممنوع اي حد يتعرض له. اوامر معاليك. طلعش يعني ايه ما طلعش تاكسي؟ يعني من ابو اخر كده لا مؤاخذه النمر اللي كانت على العربيه مضروبه. واضح ان الحكايه من اولها مضروبه. انا متاكد لميا دي كل اللي حصل. طب اتكل على الله انت بقى. عايز حاجه عظمته؟ عظمه. بلاش تمشي في سكه مسدوده. قرارات الدكتوره هتظهر لما ترجع الفلوس. يعني ايه الجمله دي؟ مالك؟ اقول لك واحنا في السكه. المهم لازم نتحرك من هنا بسرعه. ورحيم كان معاها؟ ركبت معاه العربيه؟ طيب هي كانت عامله ازاي؟ لابسه ايه بس يا عماد؟ لابسه جلابيه سودة وحاطه على وشها طرحه ولابسه نقاب. عامله ايه؟ طمنه يعني؟ مطمنه ايه بس يا عماد؟ مطمنه ايه؟ طول ما انا قاعده معاها عماله تبص حواليها وتبص وراها. يعني معاها حاجه؟ شربت ايه؟ واحنا لحقنا؟ ده انا 5 دقايق وفي الاخر قالت لي يلا يا ماما بقى لازم تمشي عشان انا لازم امشي. رن. الو. ايوه انا العمده. لا خالص. ازيك يا عماد؟ انا مش المهم انت يا دودو عامله ايه؟ كويسه. والله انت عارف الظروف ده هتستمر لحد امتى؟ مش حاجه في ايديا، ادينا بنحاول. بنحاول انت ومين بقى؟ داخليه ولا انتوا؟ انا عايز اشوفك يا داليا. ينفعش يا عماد. لا ينفع. وانا لو عايز اجيبك من المكان اللي انت فيه يا داليا هجيبك دلوقتي. سلام يا عماد. داليا. يا رمضان امان على الباب وداخل لك. نور يا سيد بيه. ماشي بتاعك كلها عارفك. وهتطلع فرز تالت زي المره اللي فاتت. اه العظيم فرز اول. هو ده اول تعامل بينا ولا ايه؟ اقول لك حاجه ورا كده على البضاعه اللي مجهزها لك. يا رمضان دي بس شكلها جديده قوي. لسه بنحطها في شمس يومين نوشها لك. قايل لك رمضان انا مستعجل. اعمل ايه يا باشا؟ اللي ياخدها شمس براحتك. انا مستظرف ما دخلتهاش ليش ولا ياما. تمام. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاسب حاسب
الله 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 عيب كده. كده هيتلاعب. عيب كده. الله يا سيد الوكيل. انا سايب فيه والله. انت على جنبهم يا ابني. يلا تعالوا من هنا تعالوا اهو. هجيبكم مش هنا مش عايز نتعلم عليه. هتروحوا مني فينك يا استاذ. مش عايز الوكيل يتعلم عليه. ايه الاخبار يا باشا؟ شكرا يا باشا شكرا. سلام. ايوه اتفقنا عليها. يلا. الو. عزت، انا رحيم السيوفي. عزت انت فين؟ انا لازم اشوفك. انت في حد كلمك من رقم مجهول؟ ما طلبوك انت كمان؟ طلبوا منك تراجع 700 مليون؟ ايوه كلموني بهدي القتل. خايف يا رحيم. عزت انت فين؟ قول لي مكانك وانا هجيلك. مش هينفع اقول لك بس ممكن نتقابل بره. اكلمك تاني اقول لك امتى. سلام. هو قال لك ايه؟ طلبوا منه يرجع 700 مليون. ما فهمتش منه حاجه. لحد ما قابله انا لازم انقلك اسرع وقت. حد لمسك؟ بص قدامك يا ابو ارسل. أعد. وانت فاضي. استنى ابو ورده عايزها دم خليها دم. ولا اسكت. انا عايز دم واحد بس. ايه لازمتها النمره دي يا ابو ورده؟ فلوس اهي ومعاك. القديم وخلص واحنا مش عايزين نجدده والا كان زمان دلوقتي رحيم معانا. قال لك ان انا مش عايز رحيم. خلاص يا بنت. يا ريت كان ياخد عايز اخوه. يا على ابو ورده عايز فلوس تاني اجيب لك. يا على ابو ورده. بد جيت في وقتك. ايه ده يا ابو ورده؟ ده اللي احنا اتفقنا عليه. ده انتوا متفقين مع بعض بقى. يا تشمت فيها يا عماد. هي الشمال بس مش ده اللي جايبني دلوقتي. امال ايه اللي جايبك؟ تلاقيك انت اصلا السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. جاي علشان انتوا اهلي ناسي اللي ما ينفعش اسيبكم في لحظه زي دي. يا حنين. وبعدين عايزين ناس تقول عليا راجل مش ترضاها. الواد ده كل عليا كده صحت اعتبر حقك تعمل الواد ده. ماشي يا عم. لو بجد مين بقى اللعبه دي تدخل علينا؟ انا من الاول قلت كده يا دي كارفه حاجه وحشه. طول عمرك كده يا حلمي نيتك وحشه. بقى ده جزاتي عشان جاي انقذكم واخدكم معايا. خلاص يا بوري كل اللي عملوه ده عندي يعني. احنا اتفقنا هيمشوا معاك بس ما قلناش هيمشوا ازاي. انا قلت هيمشوا معايا من غير ما حد يلمسهم. ماشي يا عم.
خلصتوا المسرحيه؟ انزل بقى بالستاره عشان نشوف اخرتها ايه. عشان انا عارف ومتاكد بيتك معايا يا عماد. عايز منك حاجه؟ اي نعم في بينا مصانع الحداد، بس انا عند الدم بقف، ان انا مش بحب الدم. انتوا عارفين كويس ابو ورده كان ممكن يعمل ايه. دم كتير. خلاص يا ابو ورده بتشوف. اوكي يلا اتفضل جابوا معايا. يلا عايز تقعد؟ يلا. استنى مني تليفون. بس انت برضه لسه مين اللي كان خاطفك؟ والله ما أعرف. يمكن حد من عيلة ابو ورده. كده بتقول اي كلام. بص الموضوع كبير، لازم تبقى صريح معايا. طالما هنشتغل مع بعض لازم تبقى اهم حاجه عندي الصراحه. نشتغل مع بعض ازاي يعني؟ انا واحده بس. حلوة أوي. بس انا برضو عايز افهم، عايز نعمل ايه بالظبط؟ حاجه واحده، عايز اعرف داليا. داليا. طب سيبني يومين كده افكر وهرجع ارد. ماشي. طب احمد وصل لاي حاجه في موضوع عز ده؟ لا لسه ما عليك. بس احنا حاليا بنفتح كل الملفات القديمه اللي لها علاقه بالقضيه وندور فيها كويس جدا. وصلتوا لاي معلومه عن داليا او المكان اللي راحته؟ لا يا فندم، احمد بيه بيقول ان هي اكيد هربت قبل ما نوصل اصلا. انا شخصيا اشك في ده، ان احنا قافلين على رحيم كويس جدا. ايه اللي يقدر يهرب؟ احمد بيه صح. لما رحيم عمل حركه ريم دي فداليا خلاص هربت وكان بيغطي عليها. اللي تشوفه سعادتك. قول لي رد فعل رحيم كان عامل ازاي مع احمد؟ لا بصراحه يا فندم انا ما حضرتش الكلام وقتها. اللي فهمته بعد كده ان احمد بيه شكله كان فعلا اول مره يسمع الاسم. دي معلومه جديده تيجي تبلغني. امر معاليك. بعد اذنك. بس يعني بس. ايوه عزت، انا وصلت. انت فين؟ انا داخل عليك. يا عزت تعمل لي كمين؟ انت بتسلمني يا رحيم؟ جايب لي رجاله بتيجي ورايا؟ لا لا مش هتكلم. ارحموني انا ما عملتش حاجه. عزت الحقني يا رحيم. يا عزت استاذ عزت منصور. مين حضرتك؟ السيوفي. اشتغل زمان. وعايز ايه؟ عايز اعرف عزت ساكن فين. مين يتقابل مع بعض امبارح ازاي؟ كنا المفروض نتقابل. اتكلمت مع مين؟ عزت انتحر من سنة ونص. خير يا جماعه، هو انتوا ساكتين ليه؟ مستنيينك تتكلم. طب ما تقول لي يا رحيم اتكلم في ايه وانا هتكلم على طول. حلمي قال لي على كل حاجه، مستنيك انت تحكي لي.
قلت له على موضوع شرم يا اخي. في ايه؟ انا ما اقدرش اخبي حاجه على رحيم، ما انت عارف. ايوه طب ما امال في ايه؟ طب يا رحيم قول كده من الاول، قلقتني. لا مفيش حاجه، انا بس كنت بتاكد قلتهولي ده كان صح. ما تحبوا تحكوا لي تعالوا، بس مش ده اللي انا كنت عايزك فيه. خلينا في المهم. رحيم ما تخليش اي حاجه تعطلك، قول له انت بس على المفيد. خير يا رحيم؟ هنرجع نشتغل. شغل ايه؟ شغلنا رجع المركب. بقول لك عمنا، هنا 4 شاي في ال50، زود فيهم 1. سيد مزود الرجاله قوي اللي بيحرسوا المركب. لما مزود الرجاله يبقى قلقان. تسلم. واحسن وقت تضرب فيه حد يكون قلقان. ايوه بس احنا سيطر على الليله دي ازاي؟ جاهز خطه. خطه يا رحيم؟ عايزين ولا 100 واحد عشان نعرف ندخل من الباب ده. مين قال لك ان احنا هندخل؟ رحيم المركب راحت. فين الرجاله؟ يلا سيد. رحيم عمرت ما تضحك مكانك يا غالي. انا ليك شو يا رحيم؟ مفيش. شوية كده لقيت عم حلمي جاي ومع هشام. وجابوهم منين دول؟ الرمة ابن المبقعة. كتير قوي قوي قوي. وقعد يقول لابو وردة تعرفي الراجل ده يا بسمة؟ بس ايه، وردة ده كشف نفسه وجاب ورا. سابنا نمشي على طول. شكله راجل خطر قوي. تعرفها ابو ورده منين يا بنت؟ مبروك يا رحيم بيه. مبروك على سيد، حياته راحت باله. بتقول كده ليه يا رحيم؟ مهما كان المال مالك. طول عمرك حق. كده عود القصر والمركب. امال؟ يلا بينا عشان نلحق الشهر العقاري. انت قاعد ليه؟ مين اللي هيدفع مصاريف التسجيل؟ قوم يابا يلا. ما تقوم. اعمل ايه بقى باللي انت بتقوله؟ ما عنديش غيره يا باشا. كان ممكن اقوله لك في التليفون، كان هيبقى امن واحسن. ما انت اللي مختفي يا حلمي. عبرني باشا رحيم لازق لي في كل حته، مش عارف اخلع منه، ما بيفرقنيش لحظه واحده. يعني لما تيجي تخش الحمام رحيم بيخش معاك؟
ولا سوري يعني نام بينك انت ومراتك. مقبوله منك برضه يا باشا. بس تعرف يا باشا، مراتي برضه سبب. اصل مراتي دي بقى انها بتجيب دبه النمله، ما بعرفش اتكلم قصادها لحسن تفتكرني، وانت عارف بقى غيره النسوان. اظبط نفسك يا حلمي، ما تنساش انا جبتك منين. كل حاجه راحت. البوليس عمل علينا كبسه، الحمد لله قدرت. حلمي العجاتي. حلمي العجاتي. بعد العز اللي كان فيه ده كله بقى يتاجر في الترامادول. تكسب كام يعني من كام قرص اللي اتمسكت بيه؟ لا وايه؟ في الاخر هتلبس 15 سنة سجن. شكلك ما بتحبش السجن، ولا كنتش بتحب؟ يا باشا حد بيحب برضه السجن؟ افهم من كده انك عايز تخرج من هنا. عايزني اعمل ايه يا باشا عشان اخرج؟ اتفضل تقعد. اتفضل. هو يا احمد باشا مسك بكام قرص ترامادول بيتحققوا معاه في امن الدوله؟ وطني، ده اسمه الامن الوطني. ايوه يا باشا، بعد ثوره. ذكي ودماغك حلوه ومحتاجها. فاكر رحيم السيوفي؟ هيخرج من السجن. تعرف ايه عن اللي اسمه عزت؟ ايوه، مين عزت ده يا باشا؟ ما تظبط بقى يا حلمي، في ايه؟ يا باشا انا ما بكدبش عليك، ده حتى رحيم استغرب قوي لما عرف ان امينه قدرت توصل للي اسمه عزت ده. يعني انت ما تعرفوش يا حلمي؟ ما تبطل صياعه بقى. اسمعني بس وافهم اللي انا هقوله لك. بقول لك رحيم استغرب لما عرف ان امينه قدرت توصل للي اسمه عزت ده. ده انا صاحبه وشقيقه، ما اعرفش مين عزت ده. يعني انت ما تعرفوش؟ وحياة بنتي ما اعرفه. خلاص، تقب وتغطس وتجيبهولي. هحاول يا باشا. هو ايه ده اللي تحاول؟ ده امر، يعني تنفذ. هو رحيم ده عاجل يا باشا، اضحك عليه بحته الشوكولاته؟ ده رحيم يا باشا، بعدين ما ينفعش يشك فيا. اتصرف. حاضر يا باشا. برافو، شاطر. رامز ما انت فاهم يعني. كلام خلص خلاص يا حلمي. لا ما خلص. جزاتي في الاخر وقفني زي التلميذ قدامك، في الاخر عايز تسيبني وتمشي. كل اللي انا فيه ده بسببك انت. ايوه بسببك. لولا اني كنت عايز احمي حاجتك وفلوسك واهلك كنت مرمي في السجن. ما كانش عماد وامينه وسامي وسيد قلبوا عليا ونطروني من الهبره دي كلها. كان زماني دلوقتي واقف على رجلي راجل. انا مش قادر ادفع مصاريف جامعه البيت. ريتك ما كنت سبت عماد وسيد. كل ده كان اهون عندي من انك تحط ايدك في ايد ابو ورده. انا ما حطيتش ايدي في ايده، اسمها سلكت راس اخوك من ايده. مين بقى اللي سلك راسك وراسه من ايد ابو ورده؟ عماد. قال عشان العشره اللي بينك وبينه والهري ده. على العموم اخوك عندك، اعمل فيه اللي انت عايزه.
رحيم ما تتكلمش معايا تاني بالشكل ده، فاهم؟ الرجاله غربلوا البلد كلها يا ريس، مفيش خن الا ودوروا فيه. العربيه دي راكنه بقالها يومين فيها بصراحه، ان المفتاح ده النهارده جالي في ظرف. جرب افتحها كده. حالا. فتحت يا ريس. خلي الرجاله يفتشوها، افتح لي انت الشنطه. فتش يا ابني انت وهو من جوه، فتش كويس. يا نهار اسود. كده تمام يا متولي، تقدر تبلغ. ما توحشنا يا رحيم باشا. شكله كده مش جاي يا عظمه. زي ما انا كلمته يبقى اكيد. تصدق صح؟ عظمته ده جه فعلا. خش جوه التاكسي. متأخر يا أحمد. عايز يا رحيم؟ عايز أديك حاجة أنت أكيد بتدور عليها. شوف الفيديو ده أحمد بيه. الفيديو ده هيفهمك حاجات كتير أنت مش فاهمها. التليفون ده عليه دليل براءة دليل. التليفون لمية. ومين قال لك إن أنا مهتم بقضية داليا أصلا؟ شغل مباحث. لأني عارف إنك مش بتسيب أي حاجة تخصني إلا لما تبقى تحت. فبدل ما أسلم التليفون ده للمباحث وياخد لفة طويلة، قلت أنجز عشان الوقت. لأني متأكد إنك مش هتقبل إن واحدة بريئة تتحبس معاك بريئة. طالما عارف إنها بريئة، قربتها ليه؟ مش حد. داليا هربت بعد. انت فاكر ان انا ما اقدرش احميك؟ لو فاكر كده كنتش طلبت قبلك. دم كتر في دمك يا رحيم، المره الجايه هتغرق فيه. مش فيه، ده مقدر ومكتوب. خليك فاكر ان انا حذر. كلامك على راسي يا احمد، بس خليك فاكر مش ان كل حاجه صح. اشوفك على خير. مع السلامة يا حبيبتي. بس خلاص يا استاذ داليا كده ما عليهاش اي حاجه. الموضوع خلص، تقدر تروح معاكي دلوقتي. شاكره قوي يا رحيم انك رجعت لي بنتي. شكرا على ايه يا مدام هلا. عندي اغلب. نيل على السلامه يا دودي. الله يسلمك. معلش يا حبيبتي انا عارف انك تعبت جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا اهو. انا تعبانه قوي محتاجه اروح. طب كويس، يلا عشان اوصل. لا انا هروح مع رحيم. تيجي معايا يا ماما؟ انا هروح مع عمي. طب مع السلامه انت بقى. اتفضلي. اتفضلي يا هاني. يابا هتحرك انا مستني عظمته، ده باشا كبير ده يشتري الاسم او جه اهو. وسع يلا شبوره يلا بينا. كويس انهم مشوا، انا جعان قوي وما اكلتش من ساعتين.
ياخدك من تحت لحد قفاك كده. فاهم حاجه تقصد ايه؟ لك انت خفت كده ليه؟ ده انا بوصف لك اللي انا حاسه. اتفضلي يا طنط. عمرها ما ركبت تاكسي يا عم. لا طمني، مع رحيم هتركب توك توك كمان ان شاء الله. اتفضلي. بيه، في حد بيقول اني محتاجه في موضوع بره. يدخل. اتفضل. انا من رساله رحيم بيه اللي بعتني ليك، قالت لك معايا الهديه دي. وده ايه بقى ان شاء الله؟ ده لا مؤاخذه المفتاح بتاع العربيه اللي مركونه. ايه ولا مؤاخذه يعني؟ اسف يا باشا. تبع مين يا ابني انت؟ حاجه هدايا. تشكر يا ذوق. ازيك يا حلمي؟ يا رحيم. عملت ايه مع هدايا؟ عايزين نرجع نشتغل معاك. السلاح برضه؟ الحكومه شمت خبر صفت العلم. وعايزانا بقى نرجع الحاجه من الحرز ولا ايه؟ البضاعه اختفت، محدش عارف يعطر فيها. احمد باشا الديب احلى دفعه واجمد ديب في الداخليه كلها. احلى بها باشا في مصر. حبيبي يا باشا اتفضل. معقوله كده يا باشا؟ من يوم ما رحت الامن الوطني لا بتسال ولا بتتصل ولا اي حاجه كده. عارف يا قائد، اشتغل في الامن الوطني ما عندوش وقت اصلا، ده غير الظروف بقى اللي بتمر بيها البلد. كل الاجهزه كده والله يا باشا. ومين سمعك؟ ده انا بقالي يومين مش عارف انام. قول لي بقى، قهوتك لسه مظبوطه ولا غيرت؟ لا يا باشا. انا عايز اسالك. طب ممكن استاذنك يا باشا نقفل؟ اوامر يا باشا. تسلم يا باشا. انا ما حبيتش اكلمك في الموضوع ده. القضيه دي اول ما جت لنا كانت قضيه انتحار عاديه جدا، لحد ما ابو عزت ده راح قدم طلب في النيابه بفتح التحقيق، وقدم مستندات اوراق تخص تحويلات بمبالغ كبيره جدا جدا. ما مشيتوش ورا الورق ده ليه؟ للاسف يا باشا، اول ما بدانا التحقيق القضيه اتسحبت من عندنا وراحت عندكم في الامن الوطني. والتحقيق وصل لايه؟ ما هو ده بقى الشيء الغريب في الموضوع، ان التحقيقات ما وصلتش لاي حاجه، على الرغم ان انا كنت فاكر ان عندكم التحقيقات بتبقى اسرع. يمكن الورق ده ما وصلش لحاجه اصلا. ممكن كمان يكون في حد يهمه ان التحقيقات ما توصلش لحاجه. ممكن. اديني رقم القضيه دي يا باشا. عايزك تجمع لي تحريات عن عزت وعلاقته بالمحاسبين اللي بيشتغلوا واللي اتقبض عليهم. عايز اعرف اذا كانوا اصحاب. ايه نوعية؟ تمام يا فندم. هو سيادتك وصلت لحاجه جديده؟ الاحراز اللي لقيناها في شقه عزت عباره عن ورق حسابات ملهاش اي لازمه، وده معناه انها اتبدلت بالحارس الاصلي. اتبدل؟ سيادتك عرفت ازاي؟ مش فاهم. التاريخ يا باشا. التاريخ ده بعد تاريخ التحريز اصلا. يعني الورق اتبدل. وده معناه ان في حد مش عايزنا نوصل. ده معناه ان الورق واتبدل في نفس التوقيت. ممكن يكون مفتاح لكل اللي احنا فيه. بس السؤال بقى لازم نفكر فيه دلوقتي. مين اللي بدل الورق؟ يا فندم ده سؤال صعب قوي. عايزك تجمع لي تحريات المحاسبين دي باسرع وقت. تمام يا فندم. خالد، عايزك تشتغل من غير ما حد يحس بيه. ضابط الامن الوطني بيشتغل فين؟ تمام عليك. اتفضل. بعد اذنك.
انا بعد ما قلبت الدنيا على ممدوح دورت عليه في كل حته وما لقيتوش. بس قاعد يقول لنا ممكن يكون كذب ولا يتجوز. قلت اخش على الايميلات بتاعته يمكن اقدر اوصل لاي حاجه. فعلا قدرت اوصل لحاجه. الايميل ده لفت نظري جدا. بص هو يبان ان هو ايميل عادي، مجرد ورقه فيها تحويلات بنكيه وكلام كده انا مش فاهمه، بس انا عمري اصلا ما فهمت حاجه من شغل ممدوح. بس اللي لفت نظري الايميل ده، لما ممدوح قال له انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع اللي انت بتتكلم عنه، وهو رد عليه قال له لو ما ساعدتناش احنا هنعمل فيك زي صاحبك. زي ما حضرتك شايف الايميلات قعدت تروح وتيجي تروح وتيجي لحد ما وصلنا لاخر ايميل ده اللي فيه رقم التليفون. بس ده مش رقم ممدوح اللي حافظ الرقم. مظبوط، الرقم ده ممدوح اشتراه قبل ما يختفي بيوم واحد. طبعا اتقفل بعد ما اختفى. انا حاولت بعلاقاتي اعرف اخر مره الموبايل كان شغال فين، وعرفت اوصل للوكيشن ده. فين المكان؟ في فيلا كده مهجوره في حلوان. انا رحت بنفسي وسالت هناك على اصحابي، عرفت ان هم اجانب ومسافرين. واضح انه كان كمين او مكان راح يقعدوا فيه يعرفوا يتفاهموا تقريبا. وليه ما بلغتوش البوليس؟ البوليس معاه نسخه من كل الايميلات، واخر مره سالتهم قالوا لي ان هم ما وصلوش لاي حاجه. بس في ضابط قال لي معلومه غريبه جدا. ايه هي؟ الايميل اللي بيتبعت منه الايميلات ايميل واحد، لكن دايما الاي بي بيتغير بتاع الجهاز اللي بيتبعت منه الايميل، مره من الهند مره من انجلترا كده يعني. ده معناه ان الايميلات دي كلها كانت بتتبعت من معرفش. انا محتاج الايميل ده ضروري. تعمل بيه ايه؟ ده البوليس نفسه ما عرفش يعمل بيه حاجه. لا معلش، عندي مش عند البوليس. تمام، اديك الايميل بتاعي وتبعت لي عليه الايميل. هاخد ايميل حضرتك وابعته لك. فين ليه؟ فاكر اخويا هيرجع؟ ان شاء الله. ما تقلقش هيرجع. شكرا. حلمي، بان انت على المركب. لا انا هروح البيت الاول كده، هعمل كام حاجه واجي لك. يلا سلام. انت متاكد ان اخو ممدوح ده ما بيشتغلكش؟ هو مش من النوع اللي بيعرف يلف. انا اصلي خدته على مشوار. هو من جواه عايز يعرف. بص كده، الورق المبعوث عليه ما فكركش بحاجه؟ واخد بالي، ارقام حسابات يعني. بص كويس. ايه في ايه؟ ده الورق اللي اتسرق منك. يا نهار اسود. ايوه، انت شايل حاجه مش عارف فيها ايه، عينيك مش في الارقام اصلا. ده معنى كده ان ممدوح ما كانش معاه ورق التحويلات وان في حد بعتها له. بالظبط. طب الورق وصل للناس دي ازاي؟ اذا كان معاهم بعتوه لممدوح ليه؟ كل دي اسئله ملهاش اجابات. لو عرفناها هنفهم كل حاجه. واضح ان ممدوح راح وقابلهم وقعد معاهم. وبعدين ايه بقى؟ الله يرحمه. شكلها كده. الناس دول مش عايزين يسيبوا وراهم اي خيط يكشفهم. بيعمل كده مبسوط قوي عشان هو الوحيد اللي شايف واحنا. بس الموضوع ده مش هيطول اكتر من كده. طب بقول لك ايه، ما تبعت لهم علشان اكشف ورقي. الناس دي تقيله، اللعبه عليك. انت فاكر يعني انهم مش عارفين انك عارف؟ جايز، بس خليهم فاكرين ان الخطوه اللي جايه عندهم، وبعد كده بجاوب انا. ناوي تعمل ايه؟ الاول خلص موضوع الحاجه هدايا وبعدين افوق لهم. مساء الفل. مساء الهنا. ساعة كده هنبلغ الإدارة
عبا لما ترجعوا بالبضاعه المضروبه. لا رايح فين؟ انت هتفضل معايا هنا لحد ما العربيات ترجع بالسلامه. ده كان اتفاقك مع رحيم؟ معلش في شويه لبش كده في المينا، فانت هتفضل معانا ناخد ونس بعضينا لحد ما العربيات ترجع بالسلامه، ولا تحب بقى اخلي العربيات قبل ما تتحرك ترجع المخازن تاني وهو نوفر بنزينها؟ بص يا معلم، لما تتفق مع رحيم السيوفي على حاجه تتعور قوي قوي لما ترجع فيها. يا هشام اجهز. ماشي يلا. يلا يا عمنا. يلا رجاله نجهز بسرعه. بطل بقى. وده ايه الاخبار؟ والله انا مش مطمن، عربيات داخله وعربيات خارجه، مش فاهم حاجه. بص يابا انا مش هتحرك الا لما افهم ايه التيتا. فتح لي دماغك معاه يا عبد. ماشي. انا جاي العربيات الفاضيه صح؟ ماشي. رحت المينا حملتها بالبضاعه السليمه. امين. وانت في عربياتك هنا البضاعه المضروبه. جميل. حلو قوي. احنا هنبدل البضاعه المضروبه بالبضاعه السليمه وناخد احنا البضاعه السليمه وارجع بالمضروبه على المين. ايوه الله يفتح عليك. كده انا فهمت. يلا معاك. يلا بينا. وصلوا؟ تمام. العملية شغالة يا عماد بيه. عملية لسه ما نفسي يا عماد اشوف الواد هشام عسر دمعي. ان شاء الله لما ما يلا يا رجاله بقى والنبي. تعالى يا شباب. قال لك ايه بقى؟ قال لك شيك في اليد خير من بضاعه باينه. لا خسارة يا عماد بيه. خسرت ايه بس؟ انا مديك ربع ثمن البضاعه. بعدين كده كده الحكومه كانت هتقفشها وتروح عليك خالص. احمد ربنا. خساره قال يا راجل. الخساره كلها اهي. هي دي الخساره. سيد خسر كل اللي حيلته ولسه بطل. خليك قدوتك بقى. رايق قوي انت يا عم. ايه؟ انت شيل الشيك في جيبك ليه؟ عايز ترجعه هات. خاف من رحيم. نعم. اكيد هيعرف ان انا اللي ورا المغرز ده. مش هيسيبني. فين ايه يا عماد بيه؟ ده رحيم. خليه حاطط ايدك في ميه ساقعه كده. ساقعه. قلق الراجل ليه؟ خايف يعني رحيم يفهم ان ده مغرز؟ سهله. بقى نقلب عليه الترابيزه. عارف هتعمل ايه ولا اقول لك؟ بص يا سيدي، انت تروح له تمسك في خناقه وتقول له بضاعتي فلوسي شقايه وتشد قوي في الموضوع. ده هيخيل عليه؟ اتقل انت عليه خالص لغايه ما نشوف هو هيعمل ايه. ماشي يا كمال؟ ماشي. قطامي. الف مبروك يا كمال.
ايوه يا هشام. ايوه يا رحيم. ايه؟ الحكومه هجمت علينا يا رحيم. انت بتقول ايه؟ انا هربت. مسكوا عبوده مسكوا عبوده والرجاله. اعمل ايه يا رحيم؟ ما تطلعش على القصر. اطلع على الحاجه هدايا. ايوه اعمل زي ما بقول لك، انا هكلمها دلوقتي. بسرعه قلنا يا رحيم، بسرعه بسرعه. ايه في ايه؟ الحكومه عملت كبسه على هشام وعبوده، بس هشام فلت. يا نهار اسود. طب ده احنا لازم نرجع بسرعه. نرجع نعمل ايه؟ خلاص اللي حصل حصل. قلت له روح يستخبى عند الحاج. هنا نخلص الشغلانه اللي احنا جبناها دي. ايوه يا حاجه. معلش اسف صحتك من النوم. بقول لك ايه؟ ايوه احمد بيه. ايوه حلمي، ايه الاخبار عندك؟ لقيت العربيه والسلاح؟ لقيناه. هتتحركوا امتى؟ كمان ربع ساعه. حلو قوي. لو في اي حاجه بلغني على طول. تمام. احمد باشا الديب، ده السلوم نورت. ايه يا باشا اللي موقفك في الساعه كده؟ مستنيك. خدوش العربيات بسرعه، يلا انزل. خير يا باشا. طب ما تقول لي يا باشا انتوا بتدوروا على ايه وانا اساعدك. هنا في العربيات بطاطس يا فندم. ايه يا باشا، هي الحكومه منعت اللي بيشتغلوا في البطاطس دلوقتي ولا ايه؟ فتش العربيه التاني كويس. فين السلاح يا رحيم؟ سلاح؟ سلاح ايه يا باشا؟ وانا لو معايا سلاح وقربت ولا اقول لك؟ بين سيادتك طبيت علينا. لقيت معانا حاجه؟ دي بطاطس. يا باشا احنا شغلنا كله على طريق. يا رب. كله على الله رحيم. هو تلاقي سعادتك جات لك اخباريه غلط ولا حاجه. هات يا ابني شوالين بطاطس من عندك للباشا بسرعه عشان الاولاد. اصل يا باشا عدم المؤاخذه الولاد الصغيرين ده احنا كبار بنحبها كده ولا ايه يا حلمي؟ طبعا. ده انا بموت في البطاطس. وعدم المؤاخذه بقى سيادتك بتحبها مقليه صينيه. هفتش العربيات تاني وبمزاجي وحته حته. انا الحكومه بقى. اهلا.
اطلب لي قهوه مظبوط عشان مصدق. عيني يا باشا. مظبوط يا ابني المحمود بيه. انا عرفت انك رحت بداليا امبارح عشان مسحه. ضربوني ولا ايه؟ العفو يا احمد، انت فوق مستوى شويه. الموضوع كله للمباحث كان في بداليا وانا لما جالي التقرير حبيت اجي ابلغك. شرفتني ونورتني يا باشا. بص يا احمد، انا عارف ان القضيه دي ولسبب ما اللي هو صادق سحبها مني، وصدقني انا مش عايز اعرف ايه السبب. كل اللي عايزك تعرفه حاجه مهمه قوي. اعرف ايه؟ تعرف ان الصف وان احترمت اصرارك على تكمله مشوارك مع رحيم، واي حاجه تطلبها مني انا تحت، ولاننا في الاول وفي الاخر ضباط وفي نفس المكان. كل اللي هقوله لك معاك في الليل. واللي عمله رحيم فينا من ساعه ما خرج عمر ما في ضابط محترم فينا يقبله على نفسه. وعشان تبقى فاهم، اللي حصل ده بيني وبينك ومفيش مخلوق يعني. كمل اللي انت بتعمله يعني. طالما في مقابل ايه؟ ومقابل القهوه اللي مستني. من وانا ملازم عمري ما بالعكس، كنت خايف ان واحد مش محترم يجي يقعد مكاني. لو وثقت ان في حد محترم هقوم صدقني يا باشا، انا بحبك قوي حتى اكتر. دي مصر يا محمود. امتى؟ طب انا جاي حالا. ايه ده، في ايه؟ معرفش. بس روح قول اللي بعتك عيب. هتقول لها يالا. طب يلا اطلع. مين وبتخبطي كده ليه؟ سيد! استني هنا بكلمك. مين دي يا سيد؟ مين دي؟ مراتي سلمي عليها. نهارك اسود ومنيل ب60 نيله، انت بتتجوز عليا انا يا سيد؟ بتتجوز عليا؟ ارمي نفسك واتكلمي بأدب بدل ما مد ايدي عليك. ما انت مد ايدك عليا كمان؟ ليه يا سيد؟ ليه بتعمل معايا كده؟ كل ده عشان كرهك لرحيم؟ عايز تنتقم منه وخلاص؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انا عمري عملت لك حاجه وحشه؟ عمري قصرت معاك في حاجه يا سيد؟ وانت قصرتي في حاجه يا رحاب؟ لما تسيبي جوزك وتعيشي في حضن اخوكي وابوكي تبقى قصرت يا ست هانم. وانا كذا مره قلت لك تعالي عيشي معايا وانت اللي كنت بترفضي. وانا راجل وليا طلبات. ولا كنت عايزاني اعيش في الحرام؟ ولا ده هيكون بالنسبه لك 100 لو انا مش متجوز؟ بتباني يا سيد بعد كل اللي عملته، بتباني بعد وقفتي جنبك. ما بعتكيش يا رحاب. واوضتك جاهزه جوه من مجاميع. وجيهان موافقه تعيش معاكي في بيت واحد. عايزه تخش اوضتك وتستهدي بالله، ولا تركبي شيطانك وتخليه يوصلك لبيت اهلك توصيله مجانيه؟ انا اللي استاهل اني حبيت واحد زيك، واستحملت اللي مفيش مخلوق ممكن يقول. معلش استحملي، اهو ابو بناتك وعشره عمرك، ومصدقاك في كل حاجه. انا اللي استاهل عشان ما وقفتش قصادك وانت بتطرد ابويا واخويا من بيتهم. انا اللي استاهل عشان كنت عايزه ارجع اخويا السجن تاني.
كده ليه؟ عشان كنت مصدقاك. كانت دماغي فين انا مش عارفه. كنت بصدقك ازاي انا مش عارفه. وانا بكرهك وبكره نفسي وبكره رحيم وبكره ابويا وبكرهكم كلكم. حته جهنم ما تنرفزيش. اوه رحيم بيه نزلوه. عملت ايه يا رحيم بيه اللي بيحصل ده كله؟ كفايه الخراب اللي انا شايفه بسببكم. سيبوه اجري. اجري. وبعدين بقى ايه المفاجأة في الليلة السوداء دي؟ هتيجي دلوقتي، اصبري بس. لا مش قادرة اصبر، صراحة زهقت. لو ما جاتش المفاجأة انا عايزة امشي. اصبري، هرد لك اعتبارك. الواد اللي تسبب في دخولك السجن هجيبه هنا تحت رجليكي. مين ده؟ الو، ايه يا ابني انتوا فين؟ اتأخرتوا ليه؟ ايه؟ يعني ايه؟ رحيم مشاه؟ طب ماشي. خلاص يلا سلام. حصل ايه؟ رحيم موقف العيال ماشي اللي اسمه كمال. كمال؟ هي دي المفاجأة؟ ومشاه ليه؟ مش عارف، هكلمه وافهم. ما بيردش. ورحيم بيعمل كده ليه؟ مش عارف، اكيد لما اقابله افهم كل حاجه. هو ده؟ ايوه هو. ولا ما طلعش هو؟ برقبتي. برقبتك؟ انت اللي قلت ها؟ الو يا باشا، ازيك؟ وحشني والله. ازيك يا باشا؟ بقول لك ايه، عندي معلومه مش اكيده كده يعني عن شحن سلاح كبير. يا باشا عايزك تاكد لي المعلومه دي قبل ما نتخذ اللازم. تمام قوي جدا، ماشي. هبعت لك كل التفاصيل. اتفضل يا باشا، اتفضل. انت اللي قلت يا حلمي ها؟ اتفضل. عماد اظن ما أنا كنت فاهم كده بصراحة. أول ما براءتك بانت توقعت إن رحيم هتتجوزه، بس استنيت كده ما لقيتش لا في جيب لا في الشمال حتى محبس فضة كده، يبقى في حاجة من يا إما قلبك حن وعرفت إن راحتك مع عمدة، يا إما اتقالت يا خلبوزة. في او ما فيش مالكش دعوه، وانا استحاله الاقي راحتي معاك تاني. كنت اخر راجل، خصوصا بعد ما بلغت عني البوليس وكنت هتدخلني السجن.
على فكره هم وصلوا لك من مكالمه ماما. يا راجل، كان ممكن اصدقك لو كانت دي اول مره اكلمك. دي تاني مره. اول مره ما حصلش حاجه. مش يمكن اول مره ما لحقوش يوصلوا لك؟ كده ولا كده. طيب لو خسرنا بعض الحبايب ممكن ما نخسرش بعض كأصدقاء. انا كل اللي محتاجه احكي لك واحكي لك زي كان في حاجات تافهه صحيح بنقعد نتكلم فيها، وانا كل اللي عايزه نبقى اصدقاء بس. وعدك ان انا مش هلاقي. كل انسان بيبقى عنده حاجات كده بيخبيها عن الناس ليه، بس بيحكيها لاصحابه. عشان كده نعمل صح. وانا اوعدك ان ابقى صديق، بس مش هعمل اي حاجه، مش هجبرك تقول اي حاجه. اللي انت عايزاه انا موافق عليه. واوعدك مش هشوفي صديق بيحبك بعد كده. مالك بقى يا رحاب؟ بتحكي لي؟ مفيش. أنا قلقانة على البنات شوية. سيبك من موضوع البنات، ده امره سهل، هيباتوا في حضنك الليله. عايز افهم ايه اللي بينك وبين سيد. هيكون في إيه يعني؟ ما أنت عارف سيد وعمايله وزعابيب. رحاب جايبك هنا المكتب عشان نتكلم على رحاب. ابوكي كلامه صح. ليه خايفه من سيد طول الوقت؟ رحاب انت مخبيه علينا حاجه. أنا خالص هخبي إيه يعني؟ امال مالك في ايه؟ يا رحاب انا اخوك، فاهمك اكتر من اي حد في الدنيا. اتكلمي وما أنا غلطت غلطة كبيرة أوي وأدفع ثمنها لحد دلوقتي. غلطه؟ غلطه ايه؟ فاكر إبراهيم الغرباوي؟ فاكر لما ساب الشغل معاكم وسافر برا مصر وما رجعش تاني؟ سيد هو اللي أجبره إنه يعمل كده. إبراهيم ده إنسان واطي، فهمني في الأول إنه بيحبني وأنا صدقته. صرنا مع بعض لحد والله ما أعرف ده حصل إزاي. والله كنتش عارفة أتصرف. فضلت عايشة في دوامة، فضيحة من ناحية وندلته من ناحية تانية. فضل يذلني ويطلب مني فلوس كل يوم، وفي الآخر راح حكى لسيد على كل حاجة. ما هما كانوا صحاب ساعتها. سيد جالي ساعتها وقال لي انسي إبراهيم ده خالص، كأنه ما ظهرش في حياتك. فعلا إبراهيم سافر ومبقاش يكلمني. اللي عرفته بعد كده سيد طرده وهدده. ومش بس كده، سيد جالي وقال لي إنه طلب مني الجواز عشان يستر عليا وإنه ما يقدرش يعيش من غيري. عرفت بقى يا رحيم أنا مستحملة سيد طول السنين اللي فاتت دي ليه؟
أصعب حاجة في الدنيا إن الواحد يعيش عمره كله هو شايف أقرب الناس ليه في صورة، وبعد كده يشوفهم في صورة تانية خالص. روح على الشقة يا سيد. شايف إن ذوقك زبالة. جاي ليه؟ ممكن يا ولاد تخش جوه عشان نتكلم أنا وبابا في شغل؟ شغل إيه اللي هتكلم فيه؟ تعرف لما خير يا رحيم؟ لا خير إن شاء الله. دي عشان ما تاخدش عيال رحاب غصب عنك. دي عشان تبطل تذل رحاب تاني. أنا فاهمك حاجة يا رحيم. دي بقى حساب قديم كان لازم يتصرف. عارف يا سيد ايه اللي كان منعني عنك طول السنين اللي فاتت؟ العيال اللي جوه. عارف يعني. وعارف ان برضه هيفضل اب في نظر عياله. انا مش عايز العيال دي في يوم من الايام تقول ان خالنا عذبونا، لانهم في النهايه حته. كان شيطانك ضحك عليك وهيالك انك لما تاخد العيال دي كده بتبقى ترعنا، كده تبقى انت غلطان وغلطان قوي. فاهم؟ عيالي يا أخي حبيت أشوفهم. غلطت في إيه؟ حقك، بس أنا الأوان بقى يرجعوا لأمهم. في الأول وفي الآخر أنا أبوهم. سيد ده أتفه من إني آخد ودي معاك في الكلام. أنا هندى على العيال دلوقتي عشان يسلموا عليك قبل ما آخدهم وأوديهم. اظبط نفسك كده. حاضر. يا بنات تعالوا. تعالى يا روكا. يلا يا بنات سلموا على بابا قبل ما نمشي علشان ماما مستنيه. هو احنا هنمشي يا بابا؟ حبيبتي. مالك يا بابا انت؟ زي الفل. يلا نروح مع خاله، مش مشاكل. ها؟ مش يا روكا؟ يلا بنات.